محمد عماشة مدربا لحراسة المرمى. حسام صعب كابتن حسن العبقاوي وفي وجود الشيوعيون اليوم وفي وجود الحمصيين ايضا اليوم يا كابتن حسن، فالحمصيين يجوا كده والشيوعيين يجوا كده، وكابتن حسن العبقاوي دايما وابدا يقف في منتصف الساحه وحيدا يجرد منفردا هذا النجم الكبير كابتن حسن العبقاوي. كابتن محمود عطاف كابتن وائل شوشاي في اكثر من بطوله فيها الفتره الاخيره هذا الحارس الكبير نجم عشمون الكبير اميجو ويحيى الدسوقي مهاجم فريق الشاي محمود عبد العزيز محمد عبد الله وابراهيم اسماعيل المدير الفني كابتن عبد العزيز ممدوح. على الطرف الاخر بدا كابتن محمود احمد تشكيله فريق جريس بالحارس الكبير جمش خالد نبيل والعوده بعد غياب الحمد لله على السلامه نجم دفاعات جريس الاول خالد نبيل احمد سامي عيسى ناصر شعبان زكريا جمال محمد رجب ولي عبدالله يعني محمد زكي الله زكي خبرات وزكي انطلاقات ودي احمد عبد العزيز وجريس ودي محمد رجب ده نجم نادي كهرباء الاسماعيليه ودي مطلقه من المشهد ودي فرصه مش ممكن اميجو هيقدم لنا ايه هذا اللاعب ودي حكم اللقاء على طول ندي بنقول مفيش حاجه ادي احمد عبد العزيز عبدالله لكن يا سلام يا جنش عن هذا الحارس جنش حارس مرمى فريق اليوسف. هنا ركنيات هذا اللقاء التي تنم عن هجوم منظم حتى الان لابناء شوشاي في ارضيه الميدان. هذا اميجو هيقدم لنا اميجو عرضيه لكن يا سلام يا جنش ثاني يا عيني حارس جنش محمد رجب نجم كهرباء الاسماعيليه ما ينجحش في الاسلام لكن بص احمد عبد العزيز يقدم لنا ايه؟ واحد يقول لك يا عم ده بيلعب ابناء اللاعبين اقول لك لا احمد عبد العزيز ليس من ابناء اللاعبين على طريق شريف اكرام واعوانه بفرصه عيسى لسه فيها خطوره حسين ادي راجل ونجم التصوير محمود جابر ونجم شمة ونجم كل البطولات وواحد من يعني المؤرخين وادي فرصة الناصر شعبان ناصر من شعبان وهذا محمود جابر جاب لي نجم النهارده ولا ايه نشوف ولكن كان من جديد ضربة حرة لصالح على اذا جاب محمد زكي هتقف وجاب احمد سامي ايضا هتقف نظرا لوجود هؤلاء اللاعبين. ادي عميل جوه انطلاق فرصة يا الدسوقي ناصر الدسوقي لكن ناصر الدسوقي ما ربطش. بص ناصر شعبان يا جماعه بص بناء الهجمه من خلف الامام بص طلوع بالكره من تحت بص محمد المشجع على الطرف الاخر ولكن حسام صقر هو الاخر نجح. كان من جديد ادي زكريا جمال وادي محمد سامي محمد سامي وادي محمود ده مش ممكن لكن يا عيني على خروج احمد صادق يا عيني على خروج في وقت قاتل وفي توقيت نموذجي من حارس المرمى احمد صادق. شكرا كابتن احمد اديب شكرا الجنرال. ادي احمد سامي وادي صراع الضيوف بين نجمي اشمون وجمهوريه شيرين وهذه تسديده بعيدا المدى ولكنها مرت مع النمر او هل النمر شبع ولا ايه لسه ما شفناش منه. ادي محمد رجب ثاني ولكن حكم اللقاء ندي المخالفه على طول كابتن حسين صقر. اذا كابتن محمد ربي بس عليها النمر عليها عنده فرصه عنده احمد عبد العزيز وارتداد دفاعي ارتداد عدى عليه القطار السريع الجيسي محمد رجب اكسبريس الذي لا يضرب الا في المراكز ولكن في النهايه ضربه مرمى المخالفه. هذا المخالفه بص التحكيم الرشيد بص التحكيم الامير بص التحكيم الذي يليق باسم بطوله كاس الكؤوس. حكم اللقاء حاضر وموجود خلاص حكم اللقاء حسبها ورجع المخالفه. خلاص يا زكي انت لعيب كبير ومحترف ولا داعي. الدسوقي ناصر الدسوقي او يحيى الدسوقي وادي زكي لكن دي ما تدخلش في جنش حارس كبير
حارس كبير، ولكن نتابع الاعلام وبنشكر طبعا الصديق محمود عاشور مصمم على البطوله الاول. ادي فرصه وادي خالد نبيل، ولكن حكم اللقاء على طول مدي خطا لصالح ابناء جريس. حكم على اللقاء كابتن حسام نصار، وادي بلا عنوان على طول، ولا داعي لمثل هذه التصرفات. كابتن حسام صقر حاضر موجود، وهل ده هيكون لك بقرارات صفراء تم يكتفي بالتحذير كابتن حسام صقر؟ ده اللي هنشوفه من خلال حكم اللقاء كابتن حسام صقر. طبعا احمد سامي نجم كبير ومحمد زكي ايضا نجم كبير، ولا داعي لمثل هذه التصرفات تماما. انتما نجمان كبيران ولا تخرج منكما مثل هذه التصرفات. هذا اللقاء بدون تغييرات. اظبط ساعتك معنا. ادي احمد سامي عيسى هيقدم لنا يا احمد. ادي تسديده وادي بوصه مش ممكن. احمد ادي تسديده وادي بوصه ايه ده مش ممكن على سوء الحظ الذي يواجه فريق جريس في هذا اليوم للمره الثانيه. النمر اسست النمر بسوء مش ممكن ابسوء لكن لسه عنيده وادي عرضيه لكن لو في الشعبيه مش ممكن وادي عرضيه لكن لو في الشعبيه فرصة لا طبيعة مع كده المديرين سليم تعليمات اللجنة ثم الزمالك دي تاني ادي واحدة من علاء حسني. عيني عليها يا علاء للصفحة في يوم الجنيه لو عدى لو حمل علاء حسني اتفرج على نسخة كبيرة. ادي محمد رجب ده بلا خطأ على طول. ادي تاني محمود، ولكن عاد حسام وادي عميدو والنمر واسيس عالي الجودة، ولكن عصام احمد عصام محجوب وادي الكلور عليه لكن يا سلام يا صادق والنمر الثاني النمر وانطلاقات النمر بمخالبه النمر بتسديده، ولكنها مش تسمعه الا منها محصة مثل هذه المصطلحات ضحكة من كل الاسانيد والمبررات. وادي الفرصة وادي حكم اللقاء وادي زكي وادي الانطلاقة هتروح اولياء النجوم محمد رجب وادي ناصر شعبان وادي النمر تاني هناك عند المشد الجميل. يبص شوف الاسيست يعني بتغطية دفاعية مصحوبة باسيست محمد رجب لكن على طول بلا خطأ. لكن حكم اللقاء عاد الخطأ محمد سامي نزل مكان مين ده؟ بص شوف علاء على طريق محمد ابو تريكة بوش رجل جميل عدى فوق رجب لكن على طول مقطوعة تاني من دفاعات محمد زكي. عاد محمد زكي وادي برد عسل تاني من جديد تجربي التماس لصالح اكسبريس الذي لا يعرف الا في المراكز الكبرى. طابي الاكسبريس لكن محمود حباب وادي على طول حكم اللقاء مد على طول قطع الكوره واللعبه مستهدف. اللعب مازال مستهدف. النمر وطريقه جميله يا عيني يا نمر يمشي فرصه خطيره ازاي بتعمل ايه؟ مش ممكن ازاي لسه فيها خطوره راحت الخطوره ان عظمه الخطوره وان عظمه الكميه ولا ايه؟ بدا علاء بص علاء بيتحرك ازاي. علاء حسني وصل ل 70% من التحميل النت بطيء في الجود. لكن علاء وادي رجب لكن يا سلام يا محمود يا حباب وادي عميدو بس مش عميدو عدى فرق النمر يا عيني على صوت زكي. لكن يا سلام احمد عصام خالد نبيل عاد وسجل جابر وسجل كابتن انور. وهناك مباراة كبيرة وهناك احداث مثيرة لمحمد سعيد ابو سعدة. شكرا ابو سعدة على هذا الاداء طوال البطولة. محمد رجب خد الظهر لكن حرم الاكرام مدينة تحكيم لكل من اراد ان يتعلم
الكرة الكلاسيكية او في زمن الكرة الاحترافية او في زمن الكرة المادية. ادي فرصة تانية لأحمد، بص شوف اكسبريس بيقدم لنا ايه ونرد لنا وهناك انباء عن عودة ابو تريكة للقاهرة بالمعز او عودة من جديد وضربة حرة، ضربة حرة يشير بيها حكم عن الله. لكن بص شوف محمد هذا بيقدم لنا ايه، وبص شوف الجمال وبص شوف العطايف واللطايف اللي في وش رجل بيقدم لنا ايه المشهد. هذه المشهد عرضية لكن يا سلام يا خالد من الدور الرابع على طول ومن اعلى نقطة ودفاعات وصمامات الامام. تاني زي ما فرصة ولكن ناصر الجمل المرة دي، ناصر الجمل المرة دي وجنش المرة دي والضم الثاني هيقدم اسيست ولا ايه. لكن بص شوف التمركز، بص شوف التمركز اللي بيعمل السير اللعبة دي عرضية ودي عالية لكن جنش يا عيني يا جنش يا عيني يا جنش في الصبح يا دي علاء وادي النمرة والجديدة فين بعديه دقيقتان وقت ان بدأ من الضياع يشوف فيه الحكم على اللقاء كابتن حسام صقر في الحال الوصول الى ركلات الجزاء الترجيحيه يا 50 ودي هجمه بسرعه الرواح ودي هجمه قد تحمل معاها انتهاء الارواح ودي عرضيه لكن مرت معها دقيقتين. الان انتهت احداث المباراه وداعي للنزول داخل الملعب. التعادل السلبي يخيم على الاجواء